الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم يوميات ايه. لو اول مره تشوفوا قناتي متنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايكات. النهارده بقى رايحه البنوتشي ازورها يعني وكده وقلت بقى اخد لها اكل معايا. هنتغدى يعني معاها ان شاء الله، اقضي معاها اليوم. فقلت بقى اما اشارككم كده ايه اليوم. طبعا غسلت الفرخه بالليمون. تعالوا بقى نقطعها مع بعض كده نشوف هنعمل فيها ايه. النهارده هعمل لها، هي طالبه مني فراخ اللي هي رز بالتندوري. تمام. ادي الفرخه اهي اقطعها، ما شاء الله فرخه كبيره اللهم صل على النبي، حدود 2 كيلو. وطالبه مني ورق عنب باللحمه، فقلت النهارده ايه يعني منها ايه اقضي يوم معاها كده ان شاء الله، ونتغدى معاها في بيتها هي وايه، هي وجوزها ان شاء الله. ربنا طبعا ايه يفرحكم يا رب ببناتكم كلكم يا رب ان شاء الله. بس بالله عليكي اهم حاجه دعميني بقى باللايك كده الحلو والشير. معلش انا عندي مشكله في المونتاج، يمكن انا ما بمنتجش كويس الفيديوهات، مش عارفه بقى هو ده السبب في طبعا دي غسلها بالليمون والملح وتمام التمام. والرز بقى نقعاه. طبعا ده الرز البسمتي جبته، ده الكيلو ب90 جنيه. هي بنتي انا اتفاجئت امبارح انها جابته ب90. انا قلت لها يا بنتي ده غالي، ده في واحد عندنا عطار لسه فاتح بيبيع الكيلو ب45 عامل عليه عرض. قالت لي لا يا منى العطار كان قافل وما لقيتش بقى الا الراجل ده. قلت لها خلاص مش مشكله. جايبهولي الساعه، هي وباباها نزلوا الساعه 12 بالليل، يعني ما كانش عندي فرصه ان انا ايه ان انا اختار. خلاص كده الفرخه تمام التمام. وطبعا البصلايه دي برضو هقطعها اهيت ان شاء الله. نعمل بقى ايه، اعمل فراخ المندي دي جميله قوي بطريقه. واستنى اوريكم جايبه كيس، اللهم صل على النبي. كنت جايبه ده كيس رز الكبسه او رز البسمتي بالكبسه. تمام يعني يعني يعتبر هعملها ايه كبسه بالفراخ، وبدخلها الفرن والله بتبقى جميله قوي. وساعات بعملها باللي هي التندوري، ساعات بجيب خلطه التندوري. بس هي النهارده البت ما لقيتش بنتي، ما لقيتش بقى ايه، او هي اللي جابتها. والله انا كنت بشتري باشتراطات الشهر، قلت لها هاتي يا بنتي التندوري، قامت جايبه الكبسه. قلت مش مشكله بقى كلها زي بعض. اول بقى حاجه يا جماعه الكبسه، او هي بص برضه نفس ايه طريقه الفراخ التندوري. بجيب حته سمنه كده بلدي وسنه زيت بس. وطبعا هنا انا عامله ورق العنب اهو، ورق العنب اهو حشيته، او كنت امبارح سلقه لحمه معاكم هسويه دلوقتي. بعد كده بقى احط هنا ايه معلقتين سكر، هي دي طريقتي يعني، يتكرملوا كده كتير. خلاص اهو الرز داخل على اللون البني، هقوم ايه مخرطه بقى بصلايه. بصوا الاكل ده والله ما خدش مني حاجه ايه بسيطه. ليه؟ لان كنت زي ما قلت لكم عامله تسبيكه المحشي من امبارح، فايه ما خدش حاجه بسيطه يعني، ما خدش حاجه ايه مني. وطبعا بصوا الكبسه دي اسهل اكله ممكن تعمليها لاولادي، كلها في صينيه واحده ولا مواعين بقى ولا اي حاجه، فاهميني؟ دي الكبسه يعني هي كلها ايه يعتبر اكله الحله الواحده. بعملها كلها في صينيه، تبقى صينيه كبيره كده وتعمليها كلها وتدخليها الفرن بالف هنا وشفا. هلا هتحتاجي بقى اللهم صل على النبي، مش هتحتاجي بقى مواعين ولا الكلام ده. هي كلها كده بقوم حطاها على النار، وبقوم بعد كده مدخلاها الايه الفرن اشوح بقى. خلاص هي البصلايه اتكرملت وتمام التمام. خلاص هي كده دبلت، اقوم بقى نازله بالايه بالفراخ. اديها بقى تقليبه او تشويحه. بصوا عايزه اقول لكم ان هي بتاخد بقى الفراخ من طعم البصل بقى والحاجات دي جميله بقى مع التوابل مع الحاجات دي. بصوا الكبسه والله بتبقى جميله قوي يعني، طعمها بيبقى جميل. والسكر بقى لو عندك زبيب برضو هحط زبيب. تمام. انا بفتكر معاكم يعني، بقول لكم كده عشان بفتكر معاكم، لان كل مره فعلا انسى الايه، انسى الزبيب. هجيب بقى بصوا، هجيب بقى التوابل الكبسه اهو. انا هعمل النهارده نص كيلو رز تقريبا. الكيس ده تقريبا ايه هو نص كيلو رز. بصي هتضيفي بس ايه عليه قرفه. هتضيفي عليه قرفه شويه بقى يعني تحفزي الطعم، بس قرفه شويه ملح وفلفل. طبعا دي ايه تظبطي بقى الايه الملح والفلفل. تمام. حاطه انا الكاتل بقى ايه ميه علشان خاطر ايه اقوم على طول حاطه الميه. ادي الزبيب اهو عشان برضو ايه ما ننساهوش، ده زبيب من رمضان. ربنا يا رب يبلغنا رمضان على خير، رمضان على الابواب. الواحد عايز بيبتدي بقى يشتري ان شاء الله شويه حاجات كده، لان طبعا كل حاجه بتغلى على رمضان.
فلو لقيتي مثلا شويه زبيب شويه حاجه هاتي جوز هند. انا عندي جوز هند بالسنه اللي فاتت والله العظيم شاريه بعد رمضان، قلت هينفع مش هيخسر، لقيت عليه عرض وكده قمت جايباه بعد رمضان. كل حاجه بتنفع وبقى سبحان الله السنه عدت جاريه اهي ورمضان خلاص داخل علينا، فكل حاجه الحمد لله الحمد لله بتنفع. ربنا يا رب يبلغنا ايه رمضان على خير. بص ما بحطش الرز دلوقتي، تمام، انا ما بحطش الرز دلوقتي. شويه مرقه بودر بس برضو ظبطي الملح عشان المرقه دي تبقى فيها ايه ملح، تمام. احطها بقى على العين التانية. خلاص معاكم بقى الايه المحشي، محشي ورق العنب. انا كده ايه يعني يعتبر بغلي الايه اللحمه، طبعا كنت سلقاها اللحمه زياده عشان خاطر ما ايه ما يعني مع الوقت ابذل في الوقت. اللهم صل على النبي. لو عندك مثلا بتاع ده شويه ليمون حطي نص ليمونه، بس انا حاطه اوريدي وميه السلق ليمون، يعني انا وانا بسلق الورق العنب حطيت ايه ليمون بس. اغطي كده وتمام التمام بس. وايه والفراخ على عين وهي ورق العنب ايه على عين، ابدلهم علشان خاطر برضو ايه يبقى كل حاجه ايه قريبه. بس انا كنت بوريكم وانا بس ايه ورق العنب لفيته بقى على طول، وزي ما قلت لكم عملت الخلطه من امبارح كل حاجه الحمد لله سهله. انا بقى بغلي ميه في الكاتل اهي اهي، احطها بقى ايه تستوي وتاخد السوا. الفراخ بقى تخش في السوا، بعد كده هنزل ايه تخش في السوا، مش مستوى كامل، تخش في السوا 3/4 سوا. فاقوم بقى حاطه ايه الرز، هغطيها دلوقتي واخليها بقى ايه تكمل سواها وتعيش مع حياتها. طبعا ظبطت الملح وكل حاجه. عسل جميل قوي طعمه شط. نسيت صح احط معلقه صلصه برضو، الصلصه دي جميله بتدي برضو لون جميل للرز. قرفه وصلصه، القرفه والصلصه دول بصوا اساسيات الرز. بصوا هي بقى ايه هو لما تغلي الايه الميه هتحمر. بصوا اهم حاجه بقى تغطيها في غطا كده ايه محكم عشان ايه تستوي. انا طبعا سويت الاكل عند بنتي، جبت الحلل وكل حاجه وسويته عند بنتي. ادي ورق العنب اهو ما شاء الله تبارك الله. تعالى بقى اوريكم الايه الفراخ. بصوا الصينيه، بصوا اللهم صل على النبي. بصوا انا عملت كلها يعني حطيتها كلها في الايه في الحل، يعتبر حطيتها كلها في الحل. دلوقتي هدوق الرز بقى معاكم. هجيب بس حله لحسن ده سخن جدا جدا، هجيب معلقه. بصوا الرز ما شاء الله اللهم صل على النبي. لا مستوي وجميل، عسل 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 كده. بصوا الصينيه اللهم صل على النبي ايه روعه. انا اصلها سكه كده بس عشان الوش ايه يحمر. صب شويه المواعين كده علشان خاطر ايه قبل الغدا. عندها برضو طبعا يا حبايبي ايه كنت بعمل الحاجه دي. انت عارفين ان هو بروح عند بنتي محدش بيريح حد بقى، طبعا لازم اعملها كل حاجه. لو عجبك الفيديو ما تنسوش بقى تدعموني باللايك والسبسكرايب. شويه مواعين كده برضو قلت عشان ايه لقيت في الحوض اول ما جيت كده والله يعني ما برتاحش، فاقوم عامله بقى ايه طبعا عشان هي تعبانه شويه، فقلت لها ايه لما اعمل لها يعني الحاجه اللي هي عايزاها. انا بقى هنا هعمل شويه سلطه خضرا كده جنب الاكل اهو. خلاص خلاص كده دي نحطها زي الفل. هعمل بقى السلطه الخضرا والسكينه اهي، هعمل السلطه الخضرا واقوم ايه خلاص كده هصور لكم الاكل ايه وانا بحط. تعالوا اوريكم الاكل. انا خلاص كده الاكل ايه تمام التمام. تعالوا بقى اوريكم الرز، شوفوا قد ايه الرز مفلفل ما شاء الله. بصوا الرز الله اكبر، بصوا مفلفل وجميل عسل عسل كده. بصوا هذا الاكله والفراخ طبعا ما شاء الله مستويه زي الزبده اهي. بصوا زي الزبده بس سخنه مولعه جدا. بصوا اللحمه ورق العنب روعه. تيجي بقى نغرف. بسم الله اللهم صل على النبي. كل واحد بقى هغرف له ايه طبقه كده. بس اكله سهله جدا جدا، اسمها حله الواحده.
هي لو عايزه بقى تعمليها لعيالك، بصوا الرز مفلفل ازاي. كل واحد حته الفرخه بتاعته والايه، اللهم صل على النبي، والايه شويه الرز بس. والزبيب بقى، عارفه والله كانك في رمضان، الريحه بقى كاننا في رمضان. طبعا عشان انا مش جايبه بقى الرنج او اللي هو الحامل، فبصور بايد وبقى ايه، ماسكه التليفون بايد وبصور بايد. ما شاء الله تبارك الله، جميله بصي، مفلفله كده وجميله. نجيب بقى ورق العنب. يعني انا هغرب برضو رز تاني. طبعا جوزي ما بيحبش اللهم صل على النبي الفراخ، يعني مش ما بيحبش الفراخ، يعني هو بيحبها بس هو مالوش فيها قوي. طب تمام، هغرف له بقى هنا ايه طبق ورق عنب كده ايه على طول. بصوا ورق العنب ايه عسل والله العظيم ده سكر اهو. بصوا الواحده. هغرب بقى الاكل واوريه لكم بقى في الاخر. ده عند بنتي مش عندي طبعا، روشين عند بنتي، ان انا هي كانت تعبانه شويه، وقمت بقى عملت لها الاكل كده وجبته لها. وربنا طبعا يخلينا لعيالنا يا رب، ويبارك لكل الامهات ويديها الصحه، ويبارك لنا في ولادنا يا رب، ويرزق الناس كلها يا رب، ويرزق كل مشتاق يا رب بالذريه الصالحه. اللهم امين يا رب العالمين. لان احنا برضو تحس ان احنا ربنا خلقنا ان احنا برضو مهما جوزتي بنتك هتتعبي برضو، يعني فاهميني، مفيش برضو راحه. يعني واحد هنقول ايه مثلا جوزنا بناتنا هنرتاح، لا مفيش حاجه اسمها، عارفه اللي هو المثل اللي بيقول يا شايل يا مخلفه البنات يا شايل الهم الممات. يلا ربنا يا رب يدينا الصحه ويخلينا الايه، يخلي لنا عيالنا ويخلينا ليهم ويعيننا ويقوينا ويوسع رزقنا ويرزقنا برزقهم، بس مش هنقول اكتر من كده. لان احنا حتى لو جوزناهم برضو بيبقى اهم حاجه يهمنا راحتهم، فاهميني، راحتهم وبتاع ده وسعادتهم. ولو اي حد نفسه في حاجه برضو طبعا ربنا يوسع رزق جوازتهم وكل حاجه. والدنيا بقت صعبه، بس احنا برضو في نفس الوقت لو قادرين نعمل لهم حاجه ونساعدهم هنساعدهم. تمام. برضو مش هتقولي ان انا لا مش خلاص كده انا مصاريفي خلصت، لا بالعكس. وبرضو في عيالهم هتلاقي نفسك برضو ايه، برضو عايزه برضو ايه عيالهم لو عاوزه اي حاجه بتعمل ايه، بتعملها لهم. ادي كده هو الاكل اهو يا جماعه. يا رب الاكل بقى يعجبكم. لو عجبكم الاكل بقى ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايكات. طبعا لسه هغرف تاني رز، وربنا يا رب ايه يجعلها كده لقمه ايه هنيه كده بالف هنا وشفا على اللي كله. يلا سلام.